كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن وجود حالة من الغضب لدى جماهير برشلونة بسبب جواو فيليكس اللاعب المنتقل مؤخرا للنادي الكتالوني في موسم الانتقالات الصيفية قادما من صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، ويواجه البرسا نظيره أوساسونا اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب السادار في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. وأفادت التقارير الصحفية على وجود حالة من الغضب من جماهير برشلونة تجاه جواو فيليكس لاعب الفريق بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام. وصرح جواو فيليكس بأن مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو أفضل لاعب في التاريخ، وانتقاله لصفوف النادي الكتالوني لن يغير من الأمر شيء، فهو ما زال يصر على موقفه بأن الدون هو الأفضل على مدار التاريخ. وشعرت جماهير البرسا بالغضب اتجاه اللاعب نظرا لعشق الجماهير الخاصه بالنادي لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي لاعب الفريق السابق وأنتر ميامي الحالي. وترى جماهير النادي الكتالوني أن تصريحات اللاعب البرتغالي تعتبر بمثابة تحدي لهم.